المغرب بتفوز على بلجيكا 2-0 بأداء ونتيجة. مفيش أحسن من كده الصراحة، مفيش أحسن من كده من المدرب ولاعيبة المغرب. لعيبة المغرب بتلعب بقتالية كأنه آخر يوم وآخر ماتش في عمرهم، في تاريخهم، في حياتهم كلهم. كأنهم كله اتقال له مثلا خلاص يا جدعان ده آخر ماتش، ده الأمل الوحيد، مع إنهم التعادل كان ممكن عادي يعديهم وكان ممكن للصالح ليهم، بس قالوا لك لا، احنا مش احنا اللي نتعادل قدام بلجيكا، احنا هنهزم بلجيكا بأداء ونتيجة. فين بلجيكا في الماتش؟ فين بلجيكا في الماتش؟ فين دي بروين في الماتش؟ فين الفرقه في الماتش؟ فين اللعيبه في الماتش؟ فين هازارد في الماتش؟ مفيش حد، مفيش حد. المغرب واخد بلجيكا غسيل ومكوى طول 90 دقيقه. الشوط الاول مدرب المغرب كان بيلعب على نقطه معينه، ان هو عايز يضغط على قلوب الدفاع، بس برده مش الضغط القوي الكثيف، عشان لو طلعت هم اقوياء كهجوم البلجيكا قوي يقدر برده يتعب دفاع المغرب. فالشوط الاول كان بيضغط باستحياء. جه الشوط الثاني قال لك لا، ودفاع المغرب قال لك لا، دفاع بلجيكا ضعيف جدا. وده فعلا نقطة ضعف بلجيكا في دفاعهم، نقطة ضعف بلجيكا فعلا حرفيا في الأربعة بدفاعهم، مش بس في القلبين الدفاع، لا في الباكين وفي قلوب الدفاع. فعلا قلوب دفاع وباكين فعلا ضعاف وبطاء بطريقة مش طبيعية، ضعاف وبطاء بطريقة مش طبيعية، وما بيعرفوش يلعبوا كرة على الأرض. الشوط الثاني قال لك خلاص أنا هضغط عليهم، ضغط عليهم جامد. الشوط الأول كان فيه التحامات كتير فردية في نص الملعب كان بيخسرها لعيبة المغرب وإمرابط. جه الشوط الثاني إمرابط نجم الشوط الثاني، نجم الشوط الثاني، اللعيب هنا وهنا، وبينزل يستلم من قلوب الدفاع وبينزل يستلم من الحارس وبيروح يضغط وبيروح يقطع كور، وما اداش فرصه لدي بروين ان هو يتحرك خالص. الشوط الثاني الدنيا اتصلحت اكتر واكتر بقى، كان في اي التحامات فرديه كان بيكسبها لعيبه المغرب، واي حرفيا واحد على واحد كان بيعدي لعيبه المغرب، بالذات لعيبه نص الملعب ولعيبه الاجنحه كان بتعدي بسهوله من لعيبه بلجيكا على الواحد وعلى الواحد. ولعيبه المغرب في نص الملعب مسكت نص الملعب الشوط الثاني، وده اللي ميز لعيبه المغرب ومنتخب المغرب عن منتخب بلجيكا، ان مسك نص الملعب من بلجيكا. اللي كان الشوط الاول كان فيه حريه اكتر لدي بروين وبس. مرابط جه الشوط الثاني قال له لا معلش كفايه كده، خلاص كده خلصت يا معلم، وجابوا الجون الاول. وبعديها قتلوا حرفيا في الجون الثاني، وراحوا بلاعبين 2 أو 3 بس في منطقه الجزاء وجابوا الجون الثاني عشان يبقى مدرب بلجيكا ده الماتش الجاي بتاع كرواتيا ده اخر ماتش تقريبا ليه في حياته. مفيش اي حاجه حسنه في الفرقه كمنتخب بلجيكا، ولا مدرب ولا لعيبه. عنده فرقه حرفيا تقيله هجوميا ونص ملعب، الثاني على العالم، بتلعب الثاني على العالم. بس الفرق فعلا مع منتخب المغرب هو جمهور 40,000 واحد بيشجع، 40,000 حرفيا بيشجعوا في قلب الملعب. جمهور مش طبيعي الصراحة، مش 40,000 سياح، لا 40,000 في 40,000 بيشجعوا، مش 40,000 جايين لا مجرد كده تشجيع، لا 40,000 حرفيا. منتهى الحماس طول الماتش، تصفير على لعيبة بلجيكا، منتهى الحماس الصراحة من جمهور المغرب. شابوه الصراحة جمهور المغرب، شابوه المدرب، شابوه لعيبة المغرب، عشان الحماس وعشان القتاليه الفشيخه اللي هم بيلعبوا بيها. كميه قتاليه يا جدعان، بيلعبوا فعلا حرفيا كانه اخر يوم في عمرهم. ده اللي بيدافع عن وطنه، وده اللي بيدافع وحاسس بالمنتخب اللي هو بيلعب فيه، وقد ايه هو فعلا ممكن يقدم روحه مكان الكوره عادي بس المنتخب يكسب. فعلا لعيبه المنتخب المغربي ادت درس لاي حد وطني او عربي تاني ان هو يقدر يعمل حاجه. ده تفاؤل جامد، الحمد لله اخيرا في منتخب عربي قدر يفوز باداء ونتيجه. تونس والسعوديه الماتش اللي فات الاثنين ده وده عملوا اداء جامد قوي، بس النتيجه كانت للاسف للسالب والخساره لهم الاثنين. بس المغرب قال لك لا، انا هفوز اداء ونتيجه على الثاني على العالم، الثاني على العالم. بس شباب مبروك للمنتخب المغربي، ومبروك لجمهور المغرب، مبروك لجمهور المغرب عموما كله، مبروك لكل الوطن العربي. بس شباب كنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش لو عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.